السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي الجديده، قناه اكرام الفلاليه. قبل ما غادي نبدا الوصفه ديالي، اولا غادي نقدم واحد الشكر الجزيل بزاف للناس اللي دعموني والناس اللي شجعوني باش نستمر في هذه القناه ديالي. وانا تنتمنى من الله ان يكونوا هاد الوصفات اللي تنديرهم لكم يكونوا في المتناول. القناه ديالي كتمتاز غير بواحد الامتياز خفيف، اني تنزيد واحد الحيل لوليداتنا ولينا، والمكونات اللي دابا ولينا صراحه الله ما كنستعملوهمش بزاف. دابا هذه فرصه غنبدا ندخلهم في وصفات ان شاء الله المالحه والوصفات الحلوه، وبطبيعه الحال بدعمكم وبالنصائح تنتوما ديالكم وبالملاحظات ديالكم غادي ان شاء الله نزيد لقدام. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه مختلفه اللي هي المدلينات، غادي نقدمهم لكم بواحد المكون. اذا غادي نحتاج 3 البيضات متوسطين، غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الفاني، غنحتاج 2 خمارات وشويه ديال الملحه، غنحتاج كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال البنان، غنحتاج كاس ديال الزيت عفوا ديال العنبه، كاس ديال سنيده، هنايا معلقه ديال الخل صغيره، غنحتاج هنايا المكون اللي قلت لكم قبيله هو كاس ديال الذره، هو هذا غادي نهضر لكم عليه من بعد. غادي نحتاج هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورس، وغادي يبقى هنا كاس عندي احتياط على حسب الخليط ديالي فاش غنكون غنخلط، غنشوف واش غادي نكتفي به ولا غادي نزيد. اذا دابا درت البيض كما تلاحظوا، غادي نزيد هنا السنيده ديالي صافي. غادي نبقى تنخلط هاد المكونات وغادي نزيد كل شيء ومن بعد غادي نتلاقاو. لي بدلت الاناء لان الاناء الاخر ما كفانيش. ها نتوما لاحظوا معايا كيفاش تيجي الخليط ديالنا. اذا هنا غادي نزيدوا طحين ديال الذره فقط. اذا غادي نستغنيو على هذا الكاس ديال الفرص، الاساس عندي هو هذا، خصني نضيفو. بسم الله. حنا كنلاحظوا بان هذا الخليط خصو يجي شويه قاصح، ما خصهاش تجي خفيفه. هذا هو اللي غادي السير ديالي اللي غادي نعطيه لكم دابا ان شاء الله في هذه الوصفه ديالي ديال مادلين. تيجيو تقريبا بحال لي مادلين ديال المخبازات، غادي تشكروني عليه بزاف. زائد هذا المكون اللي انا ضفت له تيعطيه واحد القوام وفائده صحيه بطبيعه الحال. اذا هنا غادي نزيدوا الخمارات ديالنا، غادي نحاولوا شويه نغربلوهم باش ما يبقاوش مكورين. سمحوا لي غادي نخدم شويه هنا صغيره باش نحيد داك التكوار صافي. اذا غادي نخلطوا هادشي كامل وحنا تنخلطوا مزيان. صافي دابا الخليط ديالنا لاحظوا معايا كي تيجي هكا، تيجي شويه ثقيل ماشي خفيف بزاف. اذا هنايا السر ديالي في هذا المادلين غادي نخليه واحد نص ساعه في الثلاجه غير عاديه، ومن بعد غادي نلتقيو باش نوريكم فين غادي نديرهم، يعني في الكويسات ديالهم، وغادي نديروهم يطيبوا ان شاء الله. اذا غادي نغطيهم هنا بالفيل اليمونتير وهذا. اذا فاش كتخليوه في الثلاجه تيبقى هاد نص ساعه تقريبا، تيتضاعف الحجم ديالو مزيان وكتجينا فيهم داك التعليكه، وتتجي تقريبا نفس المذاق اللي تاكلوهم ملي تشريوهم من المخبازات. زائد هاد الاضافه اللي درت ديال الطحين ديال الذره. اذا غادي نبقاو تنقادوه مزيان صافي. دابا غادي نديرهم ان شاء الله في الثلاجه وغادي نتلاقاو بعد لحظات. من بعد ما دازت نص ساعه المكانه، ها حنا خرجناه من الثلاجه، شو كي تيضاعف الحجم ديالو. هذا هو السر في هذا المادلين باش تيجينا زويون وتيجينا بحال اللي في المخبازات. اذا دابا غادي ناخذوه وغادي نديروهم في الكويرطات ديالنا. غادي نجيب اللاطه ديالي، ها هي هنا خديت هاد الكويسات، انا عندي هادو كنت خديتهم، هاد الكويسات كنلبسهم بهاد الكويرطات ديال المادلين صافي. غادي
بسم الله غادي نهز بالمعلقه غير بشويش. انا محيت نحاول نساعد المعلقه الاخرى. هنا تقريبا غادي ندير 2 معلقات، ما نعمرهاش بزاف، خصنيش نعمر الكيسان ديالنا بزاف باش ما تفيضناش، باش انا غادي يضاعف الحجم ديالها في الفرن. صافي غادي نبقى غدا هكا حتى نكمل ان شاء الله الكويسات ديالي، وغادي نتلاقاو من بعد لحظه. صافي دابا عمرنا الكويسات ديالنا ها هما. دابا غادي نزينوهم بواحد حبيبات ديال الشوكولاط. هما هادو، لاحظوا معايا كي دايرين، هما تيتوجدوا حتى هادو في المحلات. هنا عندي شويه ديال سنيده، غادي نكهتها بشويه ديال الفاني، حتى هي غادي نديرها من الفوق ديال المادلين. هانتوما غادي تشوفوا تيعطي واحد المنظر زويون، وتيجيو كراميليزي، تيجي اللون ديالهم هكذا محمر. وغادي يبقاو لنا شي وحدين غادي نخليوهم ان شاء الله، نعاود ندير لهم تزيين اخر حتى لاخر الطبق وغنوريه لكم. اذا بسم الله غادي نبداو.